وكل من يدور في فلكها. بما معناه كل من يدور في فلكها راه ماشي غير البدويه وبناتها، بما معناه ان حتى هادوك الاسماء اللي كتذكروا ديال ناديه واختها اللي كانوا كيتراشقوا مع البدويه، هادوك حتى هما مجبودين في الشكايه. فما يمشيش بالكم بعيد كما البعض ديال لي كومونتير اللي كيكتبوا وتيقولوا حقرتوا عليها، فعلتوا، تركتوا. حنا ما كنحقروا على حد، حنا ما كنحكموا على حد، حنا مجرد صحافه ناقلين للخبر، لا اقل ولا اكثر. لا انا ولا الاستاذ يوسف مغارب نيوز، فانا كنتكلم بالنيابه على يوسف مغارب نيوز لانه صديق زميل، وكذلك هو ابن هذا الموقع صوت العداله. فمن بعد اللقاء ديالنا مع الاستاذ الصوفي والتوضيح اللي دار لينا الشكايه كيفاش شرحناها، واحد العديد اخر ديال المغاربه منهم شي وحدين سامحهم الله اللي كيعيطوا تيتكلموا معنا بواحد الطريقه هجوميه، كيقول لك علاش ما تعطيوش للبدويه حق الرد. انا غنجاوبوهم. الاستاذ الصوفي ملي حط الشكايه تخاد فيها المتعين من طرف النيابه العامه، بما معناه انها دخلات لسريه البحث. ما بقاش عندنا حق اننا نشوفوا الاطراف، وإلا مشينا تشفنا الاطراف كنوليو كنديروا خدمه البوليس. ملي غنمشي عند البدويه ونبرك معاها وتبرك تقول لي خصني نشوف ناديه واختها حتى هي تعاود ليا، اذا هنا ماشي غير خدمه البوليس. هنا الا انا غنمشي عند البدويه ولا غنمشي عند ناديه غنبداو نرجعوا بالمسلسل الى الوراء. لا راه هي قالت لي عريتي، لا انا قلت لها عرات، انا قلت لها انت ماشي مراه، انا اذا كنبداو نعيدوا نفس الغلط اللي داروا هما. شنو صلحنا حنا؟ شنو قدمنا للمغاربه ملي غادي نبداو ناخذوا تصريحات من عند ناس كيتراشقوا بكلام نابي؟ هذه مساله واضحه ما غنعاودوش نجاوبوا شي حد عليها، اننا راه ما غندخلوش في هذا الفلك ديال المعاطيه، ما غاديش نكونوا طرف، ما غنمشيو عند حتى شي حد يعطينا تصريح حتى لمورا الحكم. ديك الساعه ممكن اننا ناخذ تصريحات. حاليا مساله سريه البحث يمكن ليناش ناخذ فيها تصريح. هذه نقطه واضحه. عند سي بوكريشه، سي بوكريشه درتي فيديو وتقول انا اش قربني لهذا هاد الوسخ، اش قربني لهذا مزيان. شوف انا عجبني الفيديو ديالك، صيفطوا لي، انا ما كنتفرجش فيكم باش نتفاهموا، صيفطوا لي شي اصدقاء قالوا لي ضروري ما تشوفوا راه كيتكلم عليكم. شفتوا؟ عجبني الفيديو ديالك صراحه، الفيديو ديالك مغاير الفيديوهات اللي كدير. اليوم بنتي واحد الشخص متزن عارف اش تيقول، عبر كلامه كلام بالمنطق، كنحييك. ولكن واحد المساله اللي ما عجبتنيش في هذا الفيديو، انك كتقول القناه ديالك نقيه، عمر ما داز فيها الكلام النابي، عمر ما كانت فيها شي حاجه مخله. انا غنجاوبك على جوج الحوايج. غنجاوبك على هاد المساله ديال القناه ديالك ما عمر كان فيها الكلام النابي وشي حاجه مخله للحياء، وغنجاوبك علاش جبدناك.
حنا جبدناك السي بوكريشه لان كاينه شكايه موضوعه بك انت والاسره ديالك من طرف الجمعيه، وراه تفعلات دابا. هادشي علاش جبدناك، وجبدناك لان هاد الشكايه موضوعه بسبب الاخلال بالحياء العلني. ما غنرجعش معاك لاشنو قلتي لا انت ولا الزوجه ديالك باش ما نتسماوش كنعاودوا نفس الكلام القبيح الموسخ. انا كنقول لك اقسم بالله وهذه شهاده اشهد بها امام الله، الفيديو ديال كان كما قلت متزن ومعبور. نتمنى ان نفس الفيديوهات يبقاو عندك في القناه ديالك. كما شفتوا معنا وسمعتوا عبد الكبير صوت العداله باش جاوب اللي هاجموهم، قالوا لهم ما عطيتوش حق البدويه الرد، واخا جات عندكم ما استقبلتوهاش. المهم هادشي كامل قالوا، وبانهم جبدوا بكريشه وناديه واختها، يعني هو الطبقه كامله جبدها. وبالنسبه لبكريشه خرج قال لهم ما عمري داز عندي شي كلام، ما عمرك وداز عندك شي كلام فاسق، ولكن راه كان المعيور، كان بزاف د الحوايج. الله يهديكم هاد القنوات، راه نتوما خرجتوا